السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير ان شاء الله تكونوا كاملين بخير وعلى خير وفي صحه جيده، ونقول لكم مبروك العواشر، وان شاء الله يدخل علينا وعليكم سيدنا رمضان وانتم في احسن صحه واحوال ان شاء الله يا ربي. نصوموا بالصحه والعافيه ومزيد من التقوى والايمان يا رب يا كريم. كما راكم تلاحظوا معايا هنا عندنا مطيشه، ندخل مباشره للفيديو. عندنا هنا مطيشه، وبما ان شهر رمضان قريب على الابواب ما بقى له والو ان شاء الله يدخل علينا بالصحه. غادي نحتاجو هنايا لرمضان دائما نحتاجو له طماطم مركزه او طماطم تاع الحك. هنا غادي ندير لكم الوصفه ديالها بلا ما نضلوا نشريوها، يعني كما نعرفوا هي فيها مواد حافظه، وبغينا شويه نتجنبوا هاد المواد الحافظه ونديروا شويه حوايج صحيين، علاش لا. هنا جبت هاد المطيشه هادي اللي غسلتها بطبيعه الحال بالماء والخل باش تعقمت، وحيدت لها النباته ديالها. وهنا جبت 2 كيلو ديال المطيشه. نتوما المطيشه النوع اللي بغيتو ديروا، بغيتو ديروها الطويله، بغيتو ديروا الاخرى اللي مدوره. نحتاجوا واحد 6 او 5 او 6 تاع الزيتون كحل. هنا هاد الزيتون كحل غادي تعرفوا علاش غادي نديروا مع هاد المطيشه هادي. وغادي نحتاجوا بطبيعه الحال واحد نص حبه ديال البيتراب بهذا الشكل هذا. هادشي اللي غادي نحتاجوا للطماطم اللي غادي نوجدوها اليوم. غادي نمشيو نجيبوا الكوكوط ونبداو على بركه الله. هنا في الكوكوط اللي عندنا غادي نديروا فيها هذيك الطماطم، نشلوها بعدا الاول بالماء. غادي ندير فيها هذيك مطيشه نديروها هاك صحيحه، هذاك النص ديال الحبه ديال البيتراب اللي درنا. نديروا هذوك الزيتونات اللي حيدت لهم العلفه بطبيعه الحال، غادي نضيفوهم مع مطيشه بهذا الشكل. غادي نديرها بالسكين هاد الفتحات هادو، لحقاش انا هنا درت الحبات صحاح تاع مطيشه. انت بغيتي تقطعيهم، كانت عندك البيترا طريه تقدري تقطعيهم. ما غادي نديرو هنا ما غادي نديرو حتى نقطه ديال الماء في هاد المطيشه هادي. غادي نغلق عليها الغطاء ديالها ونخليها فوق البوطه على نار متوسطه، ماشي مهيله بزاف ماشي بالجهده، ونخليوها طيب حتى تهرى. وعاد غادي نتلاقاو باش نكملوا البقيه نتاع الوصفه. هنا غادي نغلقوا عليها ونديوها فوق البوطه ونتلاقاو. شفتوا هنا البنات شحال طلقت ديال الماء. انا جهزت لها درك البوطه وغادي نخليها واحد شويه حتى هذاك الماء يولي في النصف، وعاد غادي نتلاقاو باش نكملوا بقيه الوصفه. هنا بعد ما نقص لها شويه ديال الماء غادي نجيب البغا ميكسور، غادي نطحنها غير في هاد الكوكوط هادي. هنا بعد ما طحنتها غادي نديرها في هاد المصفات هادي، نصفيوها هنايا، وعاد غادي نردوها للكوكوط باش نكملوا لها تتيمه ديال الطياب ديالها. غادي نصفيوها دركي. هنا بعد ما صفيتها شفتوا هذا التخت هذا اللي بقى غادي نحيدو يعني نرميه. وها هي هنايا مطيشه اللي صافيه، غادي نردوها في الكوكوط ونخليوها باش نضيفوا لها الاضافات ونخليوها حتى تعقد. وغادي نمشيو درك نردوها فوق البوطه. غادي نضيف لها شويه ديال الملح ونضيف لها شويه ديال التحميره ونخلطوا ونخليوها طيب. وبطبيعه الحال هنا غادي نديروها الغلاقه ديالها او الغطاء ديال الكوكوط. راكم عارفين المطيشه او صلصه الطماطم ملي تبقى طيب غادي تبقى طاير، غادي كلشي يتعمر. غادي نديروها المغطى، ما غاديش نبلعوها كامله، نديروها غير فوق الايدي ديال الكوكوط فوق الايدي ديال الكوكوط. شفتوا هنايا البنات بعد ما طفيت عليها جات عاقده ومشربه وثقيله واللون ديالها رائع. هنا غادي نقول لكم السر، هذاك الزيتون اللي درته هو اللي عطاها هذا اللون، وتقدروا حتى ما ديروش الباربا يعطيكم نفس النتيجه، غير انا بغيت نزيد شويه نكثر في اللون. هنا واخا هاك ما راهش باينه في الكاميرا مزيان مع راها سخونه وراه البخار، غادي من نديرها في الطبسي غادي تشوفوا كي جات وهي سخونه. غادي نخويوها في القراعي ديال الزاج. هاد العمليه هذه هي اللي غادي تعقم لنا القراعي.
غادي درك نخويوها وهي سخونه. وهي سخونه درتها في القرعه، غادي نغلقوا عليها وغادي نقلبوها على فمها ونخليوها بهذا الشكل هذا حتى تبرد تماما. وبهذه الطريقه هذه غادي تكون تعقمت لنا القرعه. وغادي نشوفوا الصلصه الاخرى نديروها في واحد الطبسي ونشوفوا كي جات. وهنا يا المشاهدين الكرام شوفوا الصلصه كي جات عاقده وجات حمراء. هنا غير الاضاءه، راه هذا المسهم راني دايره الاضاءه ماهاش باين داك اللون كاع نيشان. مطيشه راها رخيصه هذا العام، يعني هذا الموسم راها رخيصه. نوضي شري مطيشه بلا ما تعكزي، وحضري طماطم المصبره في المنزل ديالك بلا مواد حافظه. علاش لا؟ رمضان على الابواب ونستعملوها، حاجه طبيعيه وعارفين واش درنا فيها وتجي زوينه في نفس الوقت. شوفوا هنا كي جات رائعه روعه، ثقيله وخاتره. مهم ما غاديش نقول لك حتى تجربيها. غادي نحيدوا الاضاءه باش نشوفوا هاد المطيشه هادي، نشوفوا اللون ديالها نيشان كي جا. وعلى فكره يا البنات، غير هاد المطيشه الا عكزتي ديري طماطم تاع بيتزا، غير هادي تقدري ديري فيها تقسمي، ديري واحد شويه فيها الزعتر وشويه تخليه للحريره. دركي غادي نحيد الاضاءه وغادي نوريك اللون ديالها الطبيعي كي جا. هنا البنات انا حيدت الاضاءه باش تشوفوا مطيشه كي جات حمراء وعاقده ومداكشي رفيع، يعني ما تفرقش بينها وبين الطماطم المركزه. نتمنى ان شاء الله الفيديو يعجبك ونتمنى تجربيه. الى عجبك بارطاجي مع الاصدقاء، خلي لي تعاليق زوينه، ونقول لكم الى اللقاء في فيديو قادم بحول الله.